أن أعتز بهذا اللقاء. هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة ومنظومة من اللقاءات المهمة في تاريخ سواء قصر ثقافة الحرية أو مركز الحرية للإبداع. لماذا؟ لأنه يحتفل اليوم بفلسطين، يحتفل اليوم من خلال فلسطين في إبداع، في فكر، في وجود رمز من رموز الوطن العربي في الإسكندرية، الأستاذ الدكتور يوسف زيدان. الدكتور يوسف زيدان طبعا المفكر والكاتب والروائي، وكلنا بالأمس قرأنا في مصر اليوم وفي دوريات إخبارية وإعلامية مختلفة، وتعرفنا وهذا الرجل في مراحل مختلفة، سواء الكتابة الصوفية، الكتابة الروائية، الكتابة الفكرية. هو الاسم الجدير والحائز على جائزة الرواية الأولى بكر التي اعتزت بها الإسكندرية لأنها حازتها، ولكن عن طريق ابنها البار الدكتور يوسف زيدان. يسعدنا أن يأتي لهذا اللقاء احتفالا بيوم الأسير الفلسطيني، واحتفالا في الوجود الفلسطيني في الإسكندرية وفي الأعمال الروائية المختلفة. معالي القنصل العام فلسطين الأستاذ جمال الجمل، ونعتز بوجود ناقدة فلسطينية مصرية. بالفعل سعدت أيام سعادة بالتعرف بها والتعرف عليها من خلال الحماس الشديد لأدب وفكر دكتور يوسف زيدان، ولم أصدق إلا بعد أن اطلعت على ورق واطلعت على أفكار مختلفة، وبالفعل رأيت الدكتور يوسف زيدان في عيون قرائه ومعجبيه ودارسيه ونقاده الواعدين إن شاء الله الناقدة الفلسطينية المصرية لمياء شكري. كما يسعدنا وجود الفنان الكبير نائب رئيس مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع الفنان ماهر جرجس. تحية كل التحية للأستاذ محمد حماد المستشار الثقافي بالقنصلية الفلسطينية في الإسكندرية. معنا أيضا أمين عام نقابة الإعلام الإلكتروني، أول نقابة إعلامية إلكترونية للثقافة في الإسكندرية بل في مصر، الدكتور صلاح مازن. الكلمات الأولى والعناوين الأولى، ولنا أيضا تحيات وتقديرات لمن يحضر معنا عبر محطات هذا اللقاء، ولكن حتى لا نطيل الكلمة الأولى الآن في يوم الأسير الفلسطيني، وترحيبا بالأستاذ الدكتور يوسف زيدان، وترحيبا بلمياء شكري الباحثة في فلسطين من خلال رسالة وفكر دكتور يوسف زيدان. ومن خلال هذا اللقاء الكلمة الآن لمعالي السفير، معالي السفير فلسطين في الإسكندرية، واللقاء الآن يحتفي بسعادته وأهلا بكلماته في هذا اللقاء. جزيلا صوت مش وصل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أود أن أشكر مركز الإبداع، مركز الحرية الإبداع على استضافة هذا اللقاء، وتعودنا دائما لدينا علاقة بديلة مع هذا الصالح الثقافي، ودائما كنا نجد الرحب والأولوية بمنحنا أي فعاليات نقوم فيها لأجل المسلمين في هذا الصالح الثقافي العظيم. أنا أشكر الدكتور يوسف زيدان على
دعوتهم لنا شوف دعوتهم لنا بهذا اللقاء، ونتمنى لهم الرواية والنجاح. بالتأكيد يعني الدكتور يوسف زيدان ليس بعيدا عن فلسطين، وهو صديق الراحل الشاعر العظيم درويش، الذي يعني غادرنا منذ سنتين تقريبا، سنتين شيء، و يعني عيد ميلاد محمود درويش أصبح يوم الثقافة الفلسطينية. نحن نمر الآن في ذكرى النكبة ل 15/5 يعني بالأمس تم إحياء هذه الذكرى على مستوى الجمهورية في مصر، وكانت هذه يعني أول مرة يتم إحياء هذه الذكرى بهذا الشكل الكبير. بالأمس كان هناك عدة تجمعات في الإسكندرية، كان في كلية الطب تجمع، كان هناك كلية حقوق تجمع آخر، وأيضا يعني كمان أسعدنا أن معظم المرشحين لرئاسة الجمهورية جميعهم أحيوا هذا اليوم. الدكتور المنعم الفتوح، الأستاذ عمر موسى، الوفد، تقريبا جميع المرشحين أحيوا هذا اليوم، ونحن سعداء بذلك رغم أننا نقف على مسافة واحدة من هذا الشعب المصري وهم الذين يختارون رؤساء. أنا أريد أن أشير في هذه طبعا أيضا أول أمس مساء تم توقيع الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص الأسرى الذين قد أضربوا عن الطعام لأكثر من 70 يوما، ومطالبين بأبسط حقوق الإنسان، يعني وقف الاعتقال الإداري الذي يقول ممكن أن يعتقل الإنسان 6 سنوات دون توجيه أي تهمة، مأساة كبيرة، العزل الانفرادي، والسماح بأسر الأسرى والمعتقلين بزيارتهم، وبوساطة وبتدخل ووساطة مصرية. نحمد الله أن تم الاتفاق وفق الإدراك بأن نصعد إسرائيل مطالب الأسرى الفلسطينيين. أنا أريد أن أذكر مسألة طالما أن هذه يعني هو لقاء ثقافي، أن النكبة الفلسطينية لعبت يعني هناك الكتاب والأدباء الفلسطينيين والعرب لعبوا في تلك الفترة وحتى الآن دورا أساسيا. أنا أريد أن أشير في هذه النكبة يعني هناك الكثير من القصص والأحداث التي حصلت للفلسطينيين، وقد تم الحديث عنها من وسط الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية، ولكن يعني يمكن أكثر شيء أثر يعني في هذا الموضوع قصة للكاتب الفلسطيني الشهيد بسام كنفاني، الذي كتب رواية يقول فيها عائد إلى حيفا، وهي تصور قصة واقعية فلسطينية لعائلة أثناء في عام 48 أثناء الحرب في حيفا والهجوم الإسرائيلي أو الصهيوني على السكان، واضطرت الزوجة لمغادرة المنزل للبحث عن زوجها وتركت طفلها الصغير الذي لم تتمكن من العودة له لأخذه، فتركته وعادت بعد عام 67 لتبحث عن طفلها، فوجدته تقول يعيش مع عائلة يهودية، وقد أصبح جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي ولم يقبل أن يعيش في وضعه. يعني هذا جزء من المسائل التي عانى منها الفلسطينيين أثناء الحرب، والتي حكسها وصورها الكتاب والشعراء والأدباء الفلسطينيين. ولا أنسى يعني دور الأدباء المصريين الذين لعبوا دورا
وجميعنا شهد مرحلة الثورة في زمن الرئيس عبد الناصر كيف انتشرت الكتابات والأغاني والأناشيد، وكان هناك يعني في كل الوطن العربي أن وصلت هذه الكلمات إلى كل الوطن العربي. يعني هناك أدباء وكتاب يعني لهم آداب وكتابات وشعر لم يزل حتى الآن منذ أكثر من 100 عام. يعني كلنا يتذكر الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان الذي ما زال يردد حتى الآن، موطني موطني، يردد حتى الآن. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، نتمنى لهذه الفعالية النجاح، وأشكركم جزيلا وأسف على الإطالة.